إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، لقد اعتنى الإسلام بالوقت عناية بالغة، بل لم يعرف التاريخ أمة اهتمت برعاية الزمن وصيانة الوقت كهذه الأمة. إن العمر الذي تعيشه هو مزرعتك التي تجني ثمارها في الدار الآخرة، فإن زرعته بخير وعمل صالح جنيت أي غنمه، جنيت السعادة والفلاح، وكنت مع الذين ينادى عليهم في الآخرة. يقول تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي في أيام الدنيا التي خلت فمضت. وإن ضيعته في الحفلات وزرعته بالمعاصي والمحرمات ندمت على ما قدمت يداك، حيث لا ينفعك الندم، وتمنيت الرجوع إلى الدنيا لتعمل ولو حسنة واحدة. يقول تعالى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، أي تتوسعون في الفرح والبطر. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. الذين يسهرون في أشياء محرمة أو يضيعون أوقاتهم القيل والقال ولو دعوا إلى حلقة من حلق الذكر لمنعوها، ولكن السهر للكلام ومشاهدة الأفلام الهابطة ولعب النرد وأكل القاتي والغيبة والنميمة تخفف فيه الساعات. ومن أسباب ضياع الوقت تولي من لا يعرف ولا يتقن مهامه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أي أسند الأمر إلى من ليس كفءا له فانتظر الساعة. ومن أسباب ضياع الوقت الدعوة إلى الله بدون علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة. يقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. أيها الأحبة في الله، الفراغ لا يبقى فراغا أبدا، فلا بد أن يملأ بخير أو شر، وما لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل. فطوبى أي سعادة لمن ملأه بالخير والصلاح. في الدهر آلام تنقلب أفراحا وأفراح تنقلب أتراحا، أي أحزانا. أيام
تمر على أصحابها كالأعوام، وأعوام تمر على أصحابها كالأيام. ولبيب أي العاقل من اتخذ في ذلك عبرة. قال سبحانه وتعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي لأهل العلم، أي لأهل العقول والبصائر. يقول تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فانظر في صحائف أيامك التي خلت ماذا ادخرت فيها لآخرتك، وحاسب نفسك حساب الشحيح البخيل، والرشيد من وقف مع نفسه وقفة، أي وقفة حساب وعتاب، يصحح مسيرتها ويتدارك زلتها. الزلة الخطيئة. يتصفح في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه، وإن كان مذموما استدركه، أي صححه. أيها الأحبة في الله، إن محاسبة المسلم نفسه في كل صغيرة وكبيرة مع تمسكه بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو سفينة النجاة وصلاح الحياة والفوز برضوان مولاه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري في صحيحه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: إني لأمقت بالقاف، إني لأمقت أي لا أكره الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. وكان الحسن البصري التابعي يقول عن حال السلف: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ الغم الحر أو الكرب محبوب اليوم يعقب المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقب المحبوب غدا. أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. أيها الأحبة في الله، فعلى المسلم أن يحفظ وقته وأن يشغل نفسه بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. ومن أعظم نعم الله على العبد طول العمر مع صلاح العمل. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن بسر وأبو بكرة نفيع بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. وينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمنه ووقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربة. إن الوقت هو الحياة، والعقل هو الذي لا يضيع ساعة واحدة من عمره. وفي الجامع الترمذي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول
خدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40: عن عمره فيما أفناه أي سرفه أي أهلكه، وعن جسمه فيما أبلاه أي ضيعه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. صحيح الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والولد الذكر والأنثى أي المذكر والأنثى. وندرك أن المفهوم الشرعي للوقت لا يجعل للإنسان الحق في إذاعة وقته. وندرك أيضا عظمة الوقت بإقسام الله تعالى به وبأجزائه. يقول تعالى: والعصر، وهو الدهر والزمن على أشهر الأقوال. ومعلوم أن العظيم لا يقسم إلا بعظيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي توكيدا لعظمة هذه السورة: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة، أي إلا هذه السورة، لكفتهم. وحين أقسم الله بالليل إذا يغشى أي يقتل الأشياء بظلمته، والنهار إذا تجلى أي ظهر وتكشف، ونوعي الخلق من الذكر والأنثى. قال: إن سعيكم لشتى أي إن أعمالكم لمختلفة. وحين أقسم بالشمس وضحاها والقمر والنهار والليل والنفس قال: قد أفلح من زكاها أي طهرها وأنماها بالتقوى، وقد خاب من دساها أي نقصها وأخفاها بالفجور. في إشارة من هذه الآيات إلى أن الوقت مادة الحياة، وأن سعي الناس فيها مختلف، فمنهم من يزكي نفسه وينميها بالخير، ومنهم من يهبطها في أسفل الدركات بتفريطه وعصيانه. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون أي نسيه وأي ذو خسران، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وذلك لأن الزمن نعمة جلة أي واضح، ومنحة كبرى لا يستفيد منها إلا الموفقون. أما المغبونون الخاسرون فهم المفرطون في أوقاتهم، المهدرون الهدر الساقط الباطل، المهدرون لطاقاتهم. أيها الأحبة في الله، وللإنسان يومان يندم فيهما على ما ضيع من أوقاته ويطلب الإمهال أي إعطاءه مهلة. فالأول في ساعة الاحتضار، وذلك حين يقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن، وفي قراءة وأكون من الصالحين. فيكون الجواب: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. واليوم الثاني في الآخرة حين يدخل أهل النار النار وهم يسترخون فيها أي يستغيثون ويستحيون بشدة: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيكون الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم 5 قبل 5: شبابك
قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. ففي الشباب عزيمة وقوة، فإذا هرم الإنسان فترت العزيمة، أي ضعفت العزيمة وضعفت القوة. وفي الصحة انشراح ونشاط، فإذا مرض الإنسان ضاقت نفسه وانحط نشاطه وثقلت عليه الأعمال. وفي الغنى راحة، فإذا افتقر الإنسان قلق فكره وانشغل بطلب العيش لنفسه وعياله. وفي الحياة ميدان فسيح للأعمال، فإذا مات الإنسان انقطعت عنه أوقات العمل. وفات زمن الإمكان أن كل آت قريب، وكل شيء من الدنيا زائل، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أيها الأحبة في الله، إن أهم الواجب علينا أن نحرص على الاستفادة من الأوقات، أن نحاسب النفس على الأوقات. وقت مضى ماذا أودعت فيه من الأعمال الصالحة؟ ماذا فعلت فيه؟ بماذا أفدت نفسك؟ في أي أمر دعوت إلى الله؟ إن الأوقات إذا فاتت لا تتعودوا. إذا كانت إضاعة المال حراما، فإن إضاعة الأعمال في معصية الله أو فيما لا ينفع الإنسان في آخرته أشد وأعظم. وإذا شئنا أن نعلم أن الأعمار أهم من الأموال، فنقرأ قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لم يقل ارجعوني لأتمتع في الدنيا، ولكن لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي لعلي أعمل صالحا بما تركت، بدلا من الوقت الضائع الذي أمضاه قبل أن يموت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. البرزخ الحاجز بين شيئين، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا الرجل الذي حضره الموت تمنى، بل سأل الله أن يرجع إلى الدنيا لا من أجل أن يعمر فيها للمال، ولكن من أجل أن يعمل صالحا فيغتنم أوقاته بما يقربه إلى الله عز وجل. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لاغتنام الأوقات فيما يرضيك، وأن توفقنا لما تحبه وترضاه في سائر أيامنا وليالينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا باغتنام الأوقات في أداء الطاعات وعمل الصالحات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل جلاله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، الزمن والوقت من أثمن الأشياء التي لا يستطيع الإنسان شراءها، فهو يمر بسرعة ولا يمكن أن يعود الزمن إلى الوراء،
فإن للوقت في الإسلام قيمة عظيمة، فهو رأس المال، ما ذهب منه لا يعود، ومن فرط في وقته وعمره فقد فرط في خير كبير. كما ينبغي الحذر من لصوص الأوقات الذين لم يكتفوا بتضييع أوقاتهم، بل سطوا على أوقات الآخرين. ولعمر الحق إن سرقة الأوقات أشد من سرقة الأموال. إن كل يوم بل كل لحظة تمر بنا فإنها تبعدنا من الدنيا وتقربنا من الآخرة، وإن هذه الأيام والليالي خزائن لأعمالنا محفوظة لنا شاهدة بما فيها من خير وشر. فطوبى يا سعادة، فطوبى لعبد اغتنم فرصها بما يقرب إلى الله. طوبى لعبد شغلها بالطاعات واجتناب العصيان. طوبى لعبد اتعظ بما فيها من تقلبات الأمور والأحوال، فاستدل بذلك على ما لله عز وجل من الحكم البالغة والأسرار.